لو انت دايما بتواجه صعوبة في انك تفتكر حاجة اتعلمتها او بتتعلم الحاجة وبتنساها بسرعة، فالسبب في كده هو ان انت اتعلمت الحاجة دي بطريقة مش صح، او خلينا نقول اتعلمتها بطريقة ما تخليهاش تثبت في عقلك لمدة اطول. ففي الفيديو ده هنتكلم عن 5 طرق مثبتة علميا لو طبقناها هتساعدنا ان احنا نتعلم بشكل افضل ونثبت اللي احنا اتعلمناه في عقلنا لمدة اطول. فتابع الفيديو. أول طريقة هي إنك تتعلم الحاجة بأكتر من طريقة، يعني ما تعتمدش في إنك تتعلم الحاجة بطريقة واحدة، سواء كانت لغة أو مهارة عايز تكتسبها أو حتى رياضة جديدة عايز تتعلمها. دايما ما تعتمدش في إنك تتعلم الحاجة بطريقة واحدة. يعني لو سمعت حاجة اتعلمتها في بودكاست أو سمعتها في محاضرة، فهنا تعلم سمعي. فبعد ما تقفل البودكاست لو رددت اللي انت اتعلمته فهنا يبقى فيه تعلم لفظي. وكمان لو كتبت اللي انت اتعلمته او رسمت خريطة ذهنية بيه ده بيثبته في دماغك اكتر، لان انت لما تتعلم الحاجة باكتر من طريقة ده بيعزز وبيثبت معرفتك عن الحاجة دي في دماغك اكتر. وفي دكتورة اسمها جودي ويلس، وهي دكتورة اعصاب وعندها خبرة في انها بتعلم الطلاب ازاي يتعلموا بشكل افضل. قالت ان كل ما زاد عدد مناطق الدماغ اللي بتخزن المعلومات عن موضوع معين ده بيزيد من الترابط، فبيبقى سهل عليك انك تسترجع المعلومات دي من مناطق التخزين بسهولة. وده معناه ان انت اتعلمت مش مجرد انك حفظت وخلاص. تاني طريقة وهي انك تعلم اللي انت اتعلمته لشخص تاني، لان من افضل الطرق انك تتعلم حاجة او تفهم حاجة انك تعلمها وتبسطها لشخص تاني. تخيل كده ان انت عندك معرفة عن موضوع معين، وليكن مثلا مثلث برمودا، وطلعت قلت اللي انت عارفه ده قدام مجموعة من الناس، فده بيثبته في دماغك اكتر وبيبقى صعب ان انت تنسى معرفتك عن مثلث برمودا. او حتى لو شاركته في بوست على فيسبوك او عملت عنه فيديو ده بيثبته في دماغك اكتر. موضوع انك تنساه بيبقى صعب. تالت طريقة وهي التعلم العلائقي. والتعلم العلائقي دي معناها انك لما تتعلم حاجة جديدة تربطها بحاجة قديمة تاني في حياتك، او حاجة قديمة انت عارفها. يعني مثلا انت اتعلمت في الانجليزي كلمة بلاي، افترض ان انت لسه عارفها وهي معناها يلعب، فلو ربطتها بنشاط او برياضة انت بتحبها او حتى بلعبة فيديو انت بتحبها ده هيسهل عليك انك تسترجعها وتفتكرها على طول. والطريقة ديت حلوة انها بتسهل عليك انك تفتكر الحاجة الجديدة لما بتربطها بحاجة قديمة تلقائي. رابع طريقة وهي اكتساب الخبرة العملية، يعني تعمل باللي اتعلمت بيه. تخيل كده شخص قرأ 5 كتب من الجلدة للجلدة ودون ملاحظات، ولكنه محطش اللي هو اتعلمه ده موضع التنفيذ، فبالتالي كأنه مقرأش الكتب دي. فمن أحسن وأفضل الطرق إنك تحسن اللي أنت اتعلمته إنك تطبق عليه. فالطريقة دي بتقولك إنك لو عايز تتعلم مهارة أو أي حاجة تاني عايز تتعلمها إنك تكتسب فيها الخبرة العملية وتبتدي تطبق باللي أنت اتعلمته. وأي فيديو على اليوتيوب هنا برضو لو أنت سمعته وتعلمت منه حاجة ولكن ما طبقتش بالحاجة اللي أنت اتعلمتها منه، فبالتالي كأنك ما سمعتش الفيديو وضيعت وقت على الفاضي. وخامس وآخر طريقة وهي إنك ما تحاولش تعمل أكتر من مهمة في وقت واحد، لأن دايما كان في اعتقاد إن الناس اللي بتعمل أكتر من مهمة في وقت واحد بيبقوا مميزين عن غيرهم اللي هم ما بيعملوش كده. ولكن اتضح إن التبديل بين المهمات ده بيخليهم يخسروا وقت كتير والتعلم بتاعهم بيكون أبطأ، وبالتالي أخطائهم في الآخر بتكون أكتر من الناس اللي بتركز على مهمة واحدة بس. فالطريقة دي بتقولك عشان تتجنب تعدد المهام ركز على مهمة واحدة واديلها وقت معين وما تدخلش معاها أي مهمة تاني. وفي الأخير نلخص ال5 طرق اللي قلنا عليهم في السريع. أول حاجة إنك تتعلم الحاجة بأكتر من طريقة، يعني لو اتعلمت حاجة بإنك سمعتها حاول إنك تردد اللي أنت اتعلمته أو ترسم بيه خريطة ذهنية، ده بيثبته في عقلك أكتر. تاني حاجة وهي إنك تعلمها لشخص تاني، لأنك لما تعلم حاجة اتعلمتها لشخص تاني ده بيثبتها برضه في دماغك أكتر. تالت حاجة هو التعلم العلائقي، وهي إنك لما تتعلم حاجة جديدة تربطها بحاجة قديمة تاني في حياتك أنت عارفها. ورابع حاجة إنك تكتسب فيها الخبرة العملية، يعني تطبق باللي اتعلمت بيه. وخامس حاجة وهي إنك ما تعملش أكتر من مهمة في وقت واحد، لأن ده بيخليك تخسر وقت وأخطائك بتكون أكتر. ولما تركز على مهمة واحدة ده بيكون أفضل لدماغك في إنك تحتفظ بالمعلومات أفضل. وبكده نكون وصلنا للنهاية. فلو استفدت بأي حاجة من الفيديو اضغط لايك عشان نوصل لعدد أكبر واشترك في القناة وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.